أهلا وسهلا بك شاعرنا، وتشرفنا بوجودك، وإحنا سعداء جدا بهذه الأمسية الجميلة معك في غرفة سوريا بلاد الأحرار على برنامج البالتوك. كالعادة أخي مع أي ضيف. تفضل عرفنا على نفسك باختصار، بارك الله فيك. السلام عليكم جميعا. أنا شاعر سوري من مدينة حماة بلدة عقرب المنكوبي، أظن سمعتم عنها. معي معهد العالي للموسيقى دبلوم، وأكتب الشعر منذ زمن طويل، واحترفته منتصف التسعينات، وحائز على عدة جوائز على مستوى الوطن العربي بالقضية الفلسطينية والقضية العراقية ولغة الضاد. تفضلوا. طيب سلام لهم جميعا. الله يحييك. أختنا بنت مصر، تفضلي معك المايك، اسألي السؤال. السلام عليكم، حياك الله الكريم واهلا بك. عايز اسالك سؤال. هل يا ترى استخدمت الشعر في الازمه او في الظلم الواقع على اهل سوريا؟ يعني بمعنى انك انت من الممكن انك تقوم بخدمه شعب سوريا المظلوم بمهنتك؟ اتفضل حمزة، شكرا. تفضل ضيفنا، معك المايك. مساء الخير أختي الكريمة. بداية أنا شاعر منذ القدم، اخترت نسق في الشعر وهو النسق الاجتماعي الوجداني الوطني. لذلك حسب ما قلت لكم سابقا أني حصلت على جوائز بخصوص قضايا محددة، الفلسطيني والعراقي والإنساني بشكل عام. أما استخدام شعري فهو بالأساس أنا شاعر، وأعود إلى صفحاتي في الفيسبوك وإلى بحث في جوجل تجدون أنني شاعر ثوري جدا جدا، وسجنت أكثر من 20 مرة قبل بداية الثورة، وجاءتني الفرصة في الثورة وبدأت من اللحظة الأولى في الثورة أكتب عن الثورة. الثورة ألهمتني الكثير وغيرت من نظام شعري ومن نظام رؤيتي ومن نظام كلمتي وجملتي الشعرية. فسخرت الشعر كله حاليا لكتب سوى للثورة فقط. تفضل. بارك الله فيك. حمزة معك بارك الله فيك. أحمد، أنا بدي أسألك، يعني بلاحظ إنه شعرك أغلبه حر. هل بتكتب شعر عمودي، شعر كلاسيكي، ولا بس شعر حر؟ تفضل. يعني بالمناسبة أنا عملت مقابلة مع الشاعر السوري الكبير نزار قباني في الثمانينيات، وسألته فقال لي: لا شعر إلا في الخروج عن القانون أو على القانون. هذا في البحرين، كنت رئيس تحرير في مجلة صدى الأسبوع. فهل تلتقي يعني أو توافق الرأي؟ وبعديها إن شاء الله بنسمع هيك من أشعارك إن شاء الله. تفضل. يا صديقي، وافقه جدا الرأي أستاذنا الكبير. الشعر هو مرآة أخرى للإنسانية، وهو كائن حي في داخلنا، فلا قيود ولا أصوات له. بالمناسبة أنا أكتب الشعر التفعيلي وليس الحر. لا أكتب النثر، أكتب الشعر التفعيلي، وأكتب الشعر العمودي أيضا. ولكن في الأغلب أنا متخصص، حتى في كثير من المواقع الأدبية أنا مشرف شعر التفعيلي. ولكن أكتب، والآن في سياق الحوار سأقرأ لكم قصائد من الشعر العمودي والشعر التفعيلي بإذن الله. تفضل أستاذ. دام فضلك. بعرفش أختي بنت مصر عودت رفعت إيدها. طبعا أختنا بنت مصر صحفية مصرية أخي. تفضلي بنت مصر، وبعديها بنسمع إن شاء الله من الشاعر بعض أشعاره. السلام عليكم. على فكرة أنا من مؤيدين جدا الشعراء الثوريين، لأن الشعر الثوري دائما وأبدا بيعطي دفعة للثوار، أو بيعطي دفعة للحماسة تجاه الوطنية أو تجاه الانتماء للوطن. عايزة أهم قصيدة حضرتك قلتها، أو أهم شعر أنت قلته وأثر في وجدان الشعب السوري بل ومن حوله من الشعوب العربية، والقصيدة دي انك انت تقولها لنا هنا، لان طبعا انت عارف ان احنا يعني ما بنكونش ملمين قوي بالاشعار اللي هي موجودة على الساحة، فان شاء الله باذن الله نسجلها. بس انا عايزة من وجهة نظرك انت القصيدة اللي هي
تفاعلت مع الشعب السوري وحست بألم الشعب السوري وحست بألم الشعوب العربية كمان مع الشعب السوري. اتفضل حضرتك، المايك معك. وعليك السلام أختي الكريمة. أظن القصيدة بلد أول قصيدة كتبت عن درعا كان لها صدى كبير جدا ونشرت بأكثر من 200 موقع بدون ما أنشر أنا، وعرضت في أكثر من إذاعة وتلفزيون على حسب ما أعتقد. اسمها بلد. سأقرأ منها قسم، حتى أني كتبت قصائد عن الثورة المصرية في بداية قبل ثورتنا. بلد هي خاصة بدرعا. أقول فيها: ارفع جبينك للعلا أنت الذي من أنجبته درعا، حر يسلم أمنا أحلامنا، تلك الدماء على شقائقها نمت حتى الطهارة في ترابك ترعى. أنت الذي من أنجبته درعا، ارفع يدا فالقبعات ستخلع الآن احتراما واجبا، ارفع جبينك للعلا واقطف نجوم العز يا مجد الشهيد، إليك جاءت تسعى. أنت الذي من أنجبته درعا. ذاك السلاح يشرع الموت الجبان، وأنت تضطر للرياح تمده أرض الصلاة، تمده ماء الوضوء، تمده عينا ترى جناته، وهناك صوتك أوعى، صوت التراب يقولها لك يسعى. أنت الهدى يا درعا. مزق قيود الظلم من ورق الأحد، صاح الفتى المدد المدد، هش وكنا واهمين. رصاصة الغدر المكينة لا تغير صرخة الأحرار في رحم البراءة في الجسد. اسمع بكاء الأم في قتل الولد، قتلوك يا وطن المحبة يا بلد. بلد. في اللحم جاء يغز سكينا ويطلق سهمه ويدوس شعبا قد صمد، من قيدهم 1000 انبعاث قد ولد. أنت الذي صنع الحقيقة لا أحد، وسيكتب التاريخ عنك رواية النور التي ولدت سماء من جسد. يا أيها الشهداء كم أنتم بتاريخ الضحايا ما العدد. يا أيها الشهداء هل سهل تلاشي القهر تكسير الزرد، ارفع جبينك يا ولد. أنت الذي كتب البداية صفحة حمراء، من دمه وجد حرية حرية حرية، كسرت حواجز خوفنا والله ينصر من جهد درعا، ويبقى خالدا رسم الضريح ووجهها للشمس يرسمه الأبد. بلد. أشكرك وأشكركم جميعا. جميلة جدا، ما شاء معك الله. أستاذ حمدي. ما شاء الله، جميلة جدا. أنا سأسمعك بعض المحاولات الشعرية لي كنت يعني من فترة لفترة أنظم. هذه قصيدة صغيرة نظمتها في الثمانينيات حينما كانت الحرب العراقية الإيرانية. قلت وأعتقد بأنه نفس الدرس يتكرر أو نفس السيناريو يتكرر في سوريا. قلت فيها: هجوم عسكري قد أتانا من الأمجاس أذم بالغزاة، وإن كانوا من الإسلام إذ هم أتونا بالتعصب والأذات، خميني كف عن حلم سخيف فبئس الحلم أن تسقى الفرات، ستسقى من حمى الأبطال دوما رصاص الذود من أيدي الحماة، فلا بوركت من شيخ عليل يماري الحق في غي العصاة، جنود الحق تأتي في جموع لأهل الحق في بصرى الأبات، ألا يا قوم هبوا واستفيقوا فإن الخطب آت بالجنات، سنمحوهم بعزم راسخ إذ قوانا من صنيع المعجزات، وهذه أرضنا العراق حقا أمام الغزو دوما في ثبات. بعرفش يعني إذا عندك تعليق أستاذنا على القصيدة هذه أو على المحاولة. خليني أقول رائع أستاذ، رائع جدا جدا. لا تعليق أستاذ، فقط إنها جميلة جدا تتناسب مع الواقع. معك المايك أستاذ. أشكرك، هذه شهادة شرف يعني أعتز بها حقيقة. بعرفش إذا بتسمعنا قصيدة أخرى أستاذنا عشان أحضر أنا أيضا حاجة أخرى. نعم، من القصائد التي كتبتها في بداية الثورة قصيدة حرية، من البحر
بسيط. اسمع نداء القلوب اليوم يا قلم، باعوا الصراط بلا فهم كما فهموا. هذا العناد يسوق الجهل مقتدرا، والكرب يبني قلاعا تبلغ القرم. كسر يريد خلاصا من يد فسدت، لا يعرف الرأس ما يحتاج إلى القدم. تهز أوتادنا كرسيه بطرا في الدرب داس إخاء النسل يا أمم. حتى الرغيف تصيح الهون نعمته، أنه ضميرا بلا حس ولا فهم. ما أرخص السيف في نحر للصاحب، خلف الظهور يصول الخبث والعجم. أنت الفريسة عند الذبح تدركها، سيافك الفقر والإذلال والصمم. هذه دمشق عروس الأرض واقفة بين اللظى وفتيل الشرخ ينقسم. مدى جذورا وللتاريخ مرضعة، والقاسيون بصدر المجد يعترم. وفي حما فداء زاجر زمنا، عزم الشهيد بنار الصلب يصطدم. درعا تلمم حزن الموت ناحبة، إن الشهيد وجود قبلة علم. عشقت بيروت في عينيك ضاحكة، أرض الكنانة من خديك تلتحم. بغداد تبكي لقاء الصبح في فرج، والنفط يسفك والخوان والظلم. عمان عطشى بالأماء يغسلها، والكبت والنفس والإنسان والأدم. بيعت إلى حذر الشيطان خائفة، ينسون في الصمت قد يجتازها القدم. وتونس السحر زانت أرضنا ألقا، جلت بخاطرها الأنساب. والشيم في ليبيا يصبح المحكوم فاجعة، حتى الدم العربي الآن ينتهى. صنعاء ترسم فجرا من مذابحها، كالرسم في اللحم منه البطش ينهزم. مسك الطهارة صحراء الحجاز هدى للقادمين من الإسلام، هل نعموا؟ صحراؤنا الخير والأعلام باسقة، فيها جمال وفيها البر والكرم. كي موطن الشهداء النور تغدقه أرض الجزائر والسودان والضحم. شممت فيك تراب اللحد في وطن، أعطى الشهادة نبل الفوز لو علموا. فمأت بحصان الكبح يسرجه قوت الصغار، ودهس الجسم والنسم. لن يسقط الحلم من أرواحنا أبدا، لن يسقط الحلم من أرواحنا أبدا. بالله والحب والإيمان قد قسموا. ضمي بلحظيك أحلاما لذاكرة، من عز موت فأن الحر يحترم. هات فصول هواك الود ينقذني، إني غريق ونصري زفه القلم. عنك نشيد صباها لم أقل عتبي، في لمسة ضحضت أشواقها. يشع ليل من العينين مختصرا حال السؤال، ورأس اليأس ينعدم. إذا أردت الحياة الموت صانعها، ليس الصعاب صعودا تبلغ الهمم. بل في زوال بأمر من خسارته، والعجز يهدي جوابا قلبه الهرم. من قال الجبن لا يدنو لمعرفة، والصرف في لهب الصولات يحتدم. هذه بلادي ودفق القلب يعشقها، والنبض والنسمات والطيب والحرم. أرنو إلى لحظة في العمق حارقة، والقهر جل رؤاها جاء يرتسم. ما أجمل الرائعات الصوت يخنقه، والصلد تجرحه الأيام والألم. رغت أصابعها قيدا على أمل، عادت بسر يثير الخوف. لو ندموا نادت، ودمع من النايات يعزفها. عست صهيل النوى، والرجس يبتسم. مدت حريرا هدير الشعر منبثق، لب الفؤاد يهيب الشوق والقسم. تمر في الدجر الممتد أغنية، يشتاق في الظلمات البوح والنغم. يا ليل يا دمعة ناحت بلا سبل، يصاب ضعف الجار والرعب يغتنم. همس الضحى والخدود البيض راقصة، فوق الضلوع ينادي علقم ودم. قد أوجعت نصف عمري دون مغفرة، ينهار وجد وجيد زانها وطم. هذه حكاياتنا في غربة حرقت، حتى الصباح من الآهات يختتم. يجد بها الفراغ، السخط مرجعه، في لفظه الجرح والنسيان والعدم. غادرت وجه المدى والريح تسبقني، تلك العيون شكت والريح تنتقم. لا يعلم الليل كيف النور يصفعه، والنور في خلسة التعثيم يرتطم. عادت تطارد ظلا، واللقاء غدا سربا، يصح ظلال القول تنقسم. هممت أرسم حلما بارقا لغد، والرسم السمع عسر
تكلم الزخم أنشودة طربت في الروح هادئة غنى بذاك الحنين طفل والرحم هذا نداء من التكوين منبعه لا ينفع الحزن لا التخويف ولا اللجم ارفع يد لسلام من حضارتنا إن العروبة فخر ترفع الهمم اسمع صغاء يصير اليوم منهجنا فالذئب فار ويبقى العشب والغنم ما دام صوت من الأسرار ننهله فالشمس تشرق من غيم وإن كتموا فالفجر يلقى الذي يسعى إلى سبب أسمى الأمور التي قد تدفع القيم. شكرا لكم. معك أستاذ حمدي. طيب بارك الله فيك. أنا سأسميك مليك الشعر أو مليك الشعر. سأقول مليك الشعر قد أوفيت قرضا فقل ما شئت من قول فصيح. مليك الشعر قد أيقظت فينا هموما زادها ثخن الجروح. مليك الشعر أنت اليوم منا إمام للبيان وللشروح. مليك الشعر يا ملك القوافي سحرت اللب من قول مليح. هذه الأبيات طبعا لي. طيب طيب أخونا قلبي الهدى تفضل معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في صوت. السلام عليكم جميعا. الله يعطيك العافية يا رب، يعطيك القوة بإذن الله وينصر الثورة السورية بإذن واحد أحد. جعلك شاعر الثورة بإذن الله تعالى وشعلة الثورة كمان. أنا بصراحة يعني من أنصار القوافي والصور الشعرية، بس أنا بدي أطلب طلب يعني مع مدحي لقصائدك جميلة جدا يعني، بس بدي أطلب طلب حقيقي حول جبهة النصرة ووحدة الجيش الحر، وإنه شيئين لا ينفصلوا عن بعض. للرد على الأصوات اللي عم تطلع اليوم إنه جبهة النصرة هي فاسدة وإلى والكلام هذا، لرد اليوم إذا كان في إمكانية وإذا كان عندك يعني مزاج لنصر جبهة النصرة وبشكل عام طبعا الجيش الحر، بس لوحدة الجيش الحر مهما كانت تجمعاته هو وحدة واحدة. أتمنى من الله إذا كان في مجال يا ريت. وألف شكر لكم جميعا. تفضلوا المايك معكم. تفضل أستاذ. هل أتكلم؟ تفضل. أستاذ الكريم، أنا مع البحث ومع ما تقوله بشكل، أنا مع الأستاذ الذي طرح الفكرة وكتبت ذلك في قصيدة اسمها الحمصي، قصيدة الحمصي، ونوهت على ذلك، ولكن كثير من القراء انتقدني الصراحة، لا يريدون ذلك، وبقيت مصرة على موقفي. فلذلك سأقرأ مقطع صغير من القصيدة، أتمنى أن تنال إعجابكم. أما أقرأ القصيدة كاملة لا أعرف. اسمها الحمصي. لك في الفؤاد محبة ورياع، إن المحب بعشقه طماع. كتب الحبيب حنينه بدمائه، وبنبضه رسم البلاد يراع. كم من غريق في الهوى متأثر يصل المدى، من نظرة يلتاع. وطني يحبك في السكوت، بثورتي في الصقر أغدق لفظة ترتاع. مهما تجانوا إنني متألم، بالصبر نصر في الإياب ضياع. هذا دمي عنوانه في تربتي حلم، يرفرف في الرياح شرع. خذ من يدي انشودتي لبقائنا، إن الغناء على الجراح شعاع. البراءة خمسنا حرية، رقص الشباب على دموعي دفاع. إن كنت في التاريخ سطرا زائلا فاجنح لظل يختفي ويطاع. أو كل في التاريخ نقشا راسخا، إن الحضارة في الأساس خلاع. نور الصباح أتى على ثورية، من يقبل العيش الذليل رعاع. في الخالدية نقطنا وهتافنا، في قلعة ثوارنا وسباع. باب الدريب حكاية عربية، يا خالد الميدان لا نصاع. خذ قتلك المسموم من أحلامنا،
فالصوت أعلى من روث أصماع. صرخت خلود الذل من وجداننا، سقط القناع هنا وضاق قناع. لا تقول الأرض، ماذا تقول الأرض بشهدائها؟ ماذا يقول الخوف والإخضاع؟ ماذا تقول الشمس في شركها؟ ماذا يفيد القتل والأوجاع؟ شد الحصار فلن ترى منا سوى الإصرار يربطه عزم فذراع. أي حقيقة ترتجي في ذبحنا والرد حلم صارخ وجياع. ارحل فمثلك كذبة لمقاوم لممانع. هلك الشعوب خداع، في الغوطة والأحلام واقفة لها فجر وتنشد صوتها الأسماع. باب السباع كرامة أحرارها، نور النهاية شعبها الأصقاع. في جرة الشيء مر حصانها، يا فارس التحرير جاء صراع. وعر الشهامة صرخة دوت مدى، في الفكر صرخ في النداء نخاع. خمس العدية قدسنا يا خالدا، لحم تجمل صدره الأوضاع. يا جيشنا الحر الأبي تحية، يا جيشنا الحر الأبي تحية. الحر حر والذليل يباع. يا أيها الحمصي يا أسطورة كتب الوجود سطورها وشجاع. أشكركم. معك سامي. الشكر موصول لك أستاذنا، بارك الله فيك. يعني صوتك وإلقائك وأسلوبك البسيط الممتنع يذكرني بالشاعر الفلسطيني محمود درويش رحمه الله. على أي حال يعني حتى أريحك شوية بس أسمعك قصيدة نظمتها وأهديها إلى شهداء الثورة في سوريا. أقول فيها: الله أكبر، الله أكبر من حرب لها مد، فيها يحارب من أعدائه الفرد. حزن البلاد على أحبابها يجري، في شكوة أسرعت لله تشتد. نحن ابتلينا بقتالين يفرحهم، سفك الدماء لا يخبو لهم كيد. من مكرهم بالعباد المؤمنين لهم حبل من القتل والتنكيل ممتد. المستكينون للأعداء ما عرفوا أن المصائب منهم ما لها حد. لله 7 سماوات مزينة، أبراجهن من الأحزان تنهد. شكوى العباد على الأوغاد جارية، لله رق لها من أمره الود. كل القلوب تئن الآن من ألم، لم يهدأ الحزن والألباب تنقد. للحق صوت تحدى كل طاغية، للحق صوت تحدى كل طاغية. يوهي الجبال لا يوقف له جهد. لم يبق للبيت ممن ظل حرمته، والدين يشكو الأسى مما جنى العند. ما ذات كل نصيري سوى نار، للقتل موقدة ما ردها سد. ما عاد للعيش طعم بعد نازلة، منها اشتكى الوفد والمحراب والحمد. دارت علينا من الأقدار نازلة، لا الكم مقياسها يوما ولا العد. الهم في القلب، الهم في القلب ما لا شيء يطفئه، حتى تكاد حبال الصبر تنقد. ما عدت أبصر قرص الشمس إن طلعت، ما عدت أبصر قرص الشمس إن طلعت. حتى تساوى شروق الشمس والبيد. بالدمع شكوتنا ترقى لمنتقم، منه السداد ومنه العون والمد. أشكركم على حسن الاستماع. اتفضل أستاذنا الكبير إذا عندك يعني تعليق. بارك الله فيك. السلام عليكم. بعرفش الصوت عندي أنا كان ضعيف، صوت الشاعر. هل في صوت يا إخوة؟ طيب صوت الشاعر أحمد جنيدو هل كان واضح؟ طيب إن شاء الله الصوت بتحسن أكثر كمان إن شاء الله. طيب أستاذ نسمع قلبي الهدى، وبعدين إن شاء الله نسمع من يعني شعر من أشعارك، المزيد من أشعارك. في بعض الإخوة بطلبوا قصيدة مصر، أعتقد في لك قصيدة تتعلق بمصر.
أنا شايف على التكست يعني قبل قليل طلبوا قصيدة مصر. تفضل قلب الهدى وبعدين بنسمع أستاذنا الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في صوت. والله يا أخونا حمزة، يعني فيني أقول أنت على أول سلم، يعني مش على أول سلم الشعراء، بل قاطع مرحلة منيحة من درجات الشعراء. طبعا أخونا الشاعر هو اللي بيحدد أكثر مني طبعا، بس يعلم الله أنه القصيدة كانت جميلة جدا. وبدي له لشاعرنا يعني سبحان الله، يعني الكلمات اللي عم تقولها أو اللي بالشعر، يعني أنا كلمات قوية جدا، جميلة جدا 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 ومعبرة. نأمل من الله الاستمرار، ونأمل من الله يكون في يعني شعراء كتير بالثورة هلا. وبطلب طلب ثاني إنه يكون في ثورة، إنه هلا مصر حالتها حال سوريا. ما يحدث في مصر الآن هو ما يحدث الآن في سوريا، لكن الفرق إنه بعد سقوط مبارك نحن قبل سقوط الأسد. نتمنى انك يعني طالما انت يعني كلماتك سبحان الله جميلة جدا، لو يكون عندك قصيدة مشتركة ما بين مصر وسوريا، ونقاط علام او نقاط التقاء ما بين مصر وسوريا، نتمنى من الله تعالى انه يعني من شانته، لانه في كتير يعني نحن عندنا مشكلة القومية. انا سوري هذا مصري. هي في الحقيقة نحن اثنيناتنا يعني كلياتنا كدول عربية إسلامية في بوتقة واحدة وفي وادي واحد. يعني غرقنا بنغرق سوا، وطلعنا للقمة بنطلع سوا. ونرجو من كل شعرائنا يعني إنه يفتحوا عيون الناس على هذا الشيء. وكفانا شرذمات وكفانا تسميات. يعني نحن إسلام بالنهاية، ونحن بالنهاية عرب، يعني المفروض نكون وحدة واحدة. وهلا فرصة كبيرة بالثورات اللي عم بتحصل هلا من شان توعية الشعوب، لحتى ما بقى كل واحد. وانا كنت بتمنى بنت مصر لو كانت لسه موجودة، كنت حابب اعمل معها مداخلة حول هالموضوع هذا بالذات. والف شكر لكم جميعا. الشاعر المصري كتب قصيدة اسمها مصر تغني فاسمع، وكتب قصيدة مصرية عربية بصوت السورية. أقرأ لكم مصر تغني فاسمع. أغني لمصر طفولة حلم، يصير الكلام بثغر ضياء، وتعزف أمي صلاة بدمع، ترتل عمرا بصوت الدعاء. يعلم الصبر والسائل النصح المسك الرجاء، وعانق فيها صبايا ونبضي وزهرا وطفلا وشمسا وماء، واشتم خوف الرجوع بفرعين. تنادي الجحود ألبي النداء، أيا مصر قد أستمد وجودي من الخيط ومنبع الكبرياء. وأنيك وجها يصافح فجرا، ورأسا يلامس وجه السماء، على سمرة الخد مرت دهور، لتركع دنيا أمام بهاء، وتعلن أن غدا أمر شعب الحياة وطارتنا.